فدلك من يقصر عن فداك فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. صعد المنبر بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن للبشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أتقاكم. صعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم واشتد البكاء في المسجد. قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي وقال: يا أيها الناس، من ضربته، من أخذت له مالا، هذا مالي فليأخذ منه. من ضربت له جسدا، هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاش بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص فداء له. كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال بأبي هو وأمي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر فأتي بها فرفعها عكاشة في يده واتجه نحو المنبر وارتفع صوت البكاء في المسجد. موقف من أشد المواقف وأصعبها على أصحاب محمد، حبيبهم في مرض شديد وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.